من حوالي شهر كده عملنا فيديو الباتش لفيفا 19 وحولناها تقريبا لفيفا 22، والفيديو الحمد لله جاب تفاعل كتير، ولكن في ناس كتير قوي اشتكت من مشاكل كتير. الباتش بقى كل شويه ممكن يعلق مثلا، اللعبه تفصل مره واحده، مشاكل بقى مع برنامج الفروستي والاكستريم انجكتور. فانا قلت بقى نعمل فيديو تاني لباتش جديد، والباتش ده الصراحه اخف بكتير جدا من الباتش اللي قبله، وفي نفس الوقت هو احسن كتير، ما فيهوش مشاكل خالص بقى زي الباتش القديم. غير كده هو احسن فعلا، وشوش اللعيبه بقت احسن، بالاضافه كمان ان شكل اللعبه بقى مشابه اكتر لفيفا 23، شكل القوائم بقى والحاجات دي، عكس الباتش اللي قبله اللي كان مشابه لفيفا 22 مش فيفا 23. فتقدر تقول كده ان الباتش بتاع النهارده هو ابجريد للباتش القديم، وكمان بحجم اقل ومشاكل اقل بكتير. فمن غير كلام كتير كده خلينا في الفيديو على طول ونشوف ازاي هنطبق الباتش ده على اللعب عندنا. فخلينا نبدا في الفيديو. مبدئيا كده الباتش ده حجمه حوالي 2 جيجا، في حين ان الباتش القديم كان حجمه 6 جيجا ونص. فهنا في فرق كبير قوي في الحجم، وكمان بقول لك ان الباتش ده احسن من الباتش اللي فات. هسيب لك اللينكات دي كلها بقى تحت في الديسكربشن. انت لما تفتح الفولدر ده كده هتلاقي الثلاث فولدرات دول. اول فولدر اسمه اف بي مود، ده اللي فيه المودات اللي انت هتحطها في الفروسي. هنا هم 13 مود بس. عايز اقول لك الباتش الثاني على ما اعتقد كان فيه ممكن حوالي اكتر من 30 مود، واخد وقت كبير بقى وترتيب ومش عارف ايه وحاجات كانت متعبه قوي. الفولدر الثاني بقى فيه السكوادات، الصراحه ده مش احدث حاجه، فهو ده هيبقى الشكل النهائي بعد ما تنزل الفولدر اللي هسيبه لك تحت في اول كومنت. هنعمل دلوقتي اول حاجه اكستراكت للفولدر بتاع الفروستي مود مانجر، تختار وين رار وتختار الاختيار اللي قبل الاخير ده. عايزك بقى من دلوقتي تركز معايا جدا علشان ما يقابلكش بقى المشاكل. الناس كتير جدا بتكتب لي في الكومنتات ان في مشاكل في الفروستي وكده، فركز معايا جدا وطبق الشرح بالظبط كده. احنا عملنا اكستراكت للفروستي مود مانجر، هنروح بقى للاكستريم انجكتور ونقوم عاملين له اكستراكت هير. هيطلب منك هنا باسورد، هتكتب دي ال هتلاقيه عامل اكستراكت هنا كده. الفولدر ده كده كل اللي احنا محتاجينه ان احنا ناخد البرنامج ده، فكك من تاني برنامج، احنا هناخد اول برنامج كوبي ونوديه على مسار اللعبه بتاعتنا. هتيجي هنا كده وتقوم عامل له بيست. هنفتح بقى الفولدر بتاع السكوادات ده ونعمل السكواد ده كوبي، ونروح للدوكيمنت هنا ونختار فيفا 19 ونروح على ملف السيتنج ونعمل له بيست. بعد ما تحط ملف السكواد انت هتقوم جاي هنا على المسار بتاع اللعبه، تلاقي عندك كده فولدر اسمه مود داتا. كل اللي انت تعمله تقوم عامل كليك يمين وتختار ديليت، حتى لو الفولدر فاضي فامسحه برضه. هنيجي هنا بقى على الفولدر بتاع الفروسي مود مانجر ونسطب البرنامج. اول حاجه واول غلطه اغلبيه الناس بيقعوا فيها وهي انهم بيقوموا فاتحين البرنامج كده. البرنامج هيفتح لهم عادي جدا بالواجهه دي عادي خالص، مفيش اي مشاكل، لكن المشكله بقى ان انت بعد ما تطبق كل الخطوات وتركب المودات البرنامج هيقفل منك خالص او هيجيب لك رساله ايرور. كل ده عشان انت فتحته غلط. لازم تعمل له كليك يمين وتختار ران از ادمنستريتور، هيفتح لك بالشكل ده كده. هتلاقي اللعبه عندك هنا موجوده عادي، لو مش موجوده فممكن تقوم عامل نيو وتروح على مسار اللعبه وتختار الملف بتاع اللعبه بالشكل ده. هيطلب مني حاجه اسمها انكريبشن كي، فاحنا هنقوم سايبين الفروسي مفتوح هنا كده ونقوم جايين نفتح الفولدر او الملف اللي اسمه فروسي انكريبشن كي. هتفتح الفولدر اللي جوه ده كده، هتلاقي ملف تي اكس تي، هتقوم واخده وتعمل له كنترول اي وبعدها كنترول سي وتقفل الملفين دول كده. تفتح بقى الفروسي مانجر تاني وتعمل كنترول في وتقوم ضاغط على دان. هتسيبه بقى يبدا ان هو يحمل ويفتح البرنامج بالشكل ده. التحميله دي بتاخد لها حوالي دقيقتين 3 يعني بالشكل ده كده. اول ما تظهر لك الرساله دي هتقوم ضاغط على اكس وهتلاقي البرنامج فتح لك بالشكل ده. هتقوم ضاغط على اد مود من هنا وتروح للمكان اللي انت نزلت فيه الملفات. هتروح بقى للفولدر اللي اسمه اف بي مود وتقوم عامل لهم كنترول اي وتضغط انتر. هتسيب بقى البرنامج يبدا ينزل المودات بالشكل ده. بعد ما تعمل اد مود بقى انت هتقوم جاي كده على المودات واحد واحد وتعمل ابلاي مود بنفس الترتيب اللي انت شايفه قدامك ده كده. بعد ما تخلصهم كلهم اتاكد ان المودات اللي ظهرت لك هنا كده دي 13 مود بالظبط. بعد ما تتاكد بقى تقوم